هو الحقيقة أنا شنو ذنبي؟ تونس مثلا، تونس أو الجزائر حكيم، الجزائر كانت في مجموعة، جات في مجموعة فيها الأرجنتين، سلوفينيا والكونغو الديمقراطية، حتى نجيب في مجموعة ضعيفة. ليش أنا أول مباراة الأرجنتين جيت تقول أول مباراة مع الجزائر في الأرجنتين، ثم تلعب في المغرب وتلعب في البرتغال مع أندية أخرى، يعني مباراة الأرجنتين، يعني الأرجنتين تلعب مع الجزائر في الأرجنتين ثم بقية المنافسين في المغرب والبرتغال، يعني هنا عملية المنافسة النزيهة إن صح التعبير غير موجودة، خاصة للفريق الذي سيتنقل لأمريكا اللاتينية. نمشي نرجع الأستاذ محمد الميغودي، لأنه نعرف أستاذ محمد الميغودي عنده الكواليس. أستاذ محمد الميغودي، هل في إيضاحات حول هذه النقطة؟ وأرجو أيضا أنك تعطينا على الأقل بعض السكوبات الخاصة بالمدن التي من المنتظر أن تنظم كأس العالم، أيضا نهائي كأس العالم. هناك من يقول أنه في سانتياغو برنابيو في مدريد، ولكن الجانب المغربي يتحدث عن نهائي كأس عالم في المغرب بالذات. والله عزيزي هيك، أنا لا أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حينما اتخذ قرار تنظيم 3 مباريات بأمريكا، أعتقد أنه استشار مع التقنيين ومع الأطباء ومع المدربين ومع المعدين البدنيين. أولا، مقابلة الاحتفال ب100 سنة ستكون بالأورغواي، وستكون يوم 8 أو 9 يونيو على صح في مواجهة مقابلة أو منتخب من أحد المنتخبات التي توجد بمجموعتها. المقابلة الثانية للمنتخبات القارية الثلاث ستكون يوم 15 و 16، بمعنى أن 8 أيام كافية للسفر وللتنقل. نحن أمام منتخبات بلاعبين محترفين وبمستوى عالي من التحضير. التوضيح الثاني أن الافتتاح سيكون بأحد الدول الثلاث، البرتغال، إسبانيا أو المغرب. ما سيكون بالأوروغواي هو لقاء احتفالي بمرور 100، وأنا أعتقد أن الاتحاد الدولي كان غاية في الذكاء. مقابلة النهاية ستكون يوم 21 يوليوز، ومقابلة النهاية ستكون بملعب الجديد بالدار البيضاء إن شاء الله. مؤكد. صدقوا ولو لا بس اليوم لا ستكون في ملعب الدار البيضاء، ومرحبا بكم. على فكرة أستاذ محمد الميغودي ولا مرة أعطانا معلومة في الكرة العربية كانت واليوم اكدها ضرب 10، اكدها ضرب 10، لانه اليوم لابس الطاي، يعني انه اليوم الاستاذ يجينا بربطه العنق، يعني كل اخباره رسميه وفوق الرسميه. لا والله ما يحتاج ربطه عنق. لا هو انيق، ولكن اليوم لان اليوم الكلام كان رسمي. انيق جدا، ولكن صراحه اليوم حتى يعطي الطابع الرسمي للكلام. والله اليوم بالعكس، اليوم تقول كأنه ممثل دبلوماسي الحقيقة. بالعكس أنا سعيد جدا أستاذ محمد الميغودي لما يكون بكامل أناقته في احتفالات خاصة جدا بتنظيم كأس العالم. يعني إذا كان ينظم كأس العالم وما يكونش بالتايه فمتى يعني مش يكون بكامل الأناقة يعني.